المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك وصاحب الصفقات، اعتقد اللي كانت سبب من اسباب الاداء العالي للزمالك في هذا الموسم وتصدره للبطوله وتحليقه منفردا على قمه الدوري منذ البدايه. ست مستشار، بهني حضرتك النهارده بالفوز، الاقتراب من التتويج بلقب جماهير الزمالك تنتظره النهارده، ورموز نادي الزمالك اللي جايه بتساند حضرتك بتساند النادي النهارده. اولا انا بحيي كل اللي في الاستوديو، طبعا انا مش شايفهم بس مش عايز اقول اسمائهم عشان ما ناخدش وقت، عشان اولا الصفقات دي مجلس الاداره بالكامل شغال مع بعضه في لعيبه رجاله. عايز اقول لشوبير وخالد بيبو انتوا خدتوا درس النهارده، بقول لكم خدتوا درس. ده نادي الزمالك الرجاله النهارده فرق 9 بونت بيننا وبين الاهلي اللي انتوا كنتوا فرحانين قوي. وبقى يعني تقولوا بقى جمهور مش عارف، كان في الماتش فيه جمهور ومش عارف ايه، وطارق يحيى هيبيع الماتش، ومختار اخبار مختار معاكم ايه؟ مختار اول ربع ساعه جونين، اخباره ايه؟ عيب. الاهلي بيلعب بشرف، الزمالك بيلعب بشرف، المصري بيلعب بشرف، الاسماعيلي بيلعب بشرف. لازم تتعلموا ان ده مش اعلام. واقول لمحمد ابو العينين من فضلك ما ينفعش يا محمد يا ابو العينين اللي بيحصل في قناتك، عشان تصريحاتك كانت بعد مباراه المقص بالظبط كده وخلاص. والدوري ضاع من الزمالك، ومبروك للنادي الاهلي. لا، مبروك للفريق اللي هو تعب السنه دي في الصفقات. وبقول لك تاني يا شوبير، انت وخالد بيبو والست شاديه اللي قرفانه بشفاتيرها دي، عايز اقول لكم حاجه بس صغيره. مين يا فندم ست شاديه؟ هم عارفين شاديه البت الرئاسه والطبال بتاعتها دي. عايز اقول لهم حاجه بس صغيره. الاهلي ما جابش السنه دي في الصفقات الجديده الا واحد بس، جون انطوي. تمام؟ تعال اتفرج على صفقات الزمالك ان شاء الله السنه دي، يعني الموسم الجديد. كهربا خلص امبارح؟ لا، كهربا كان عندي في المكتب هو والده علشان قضيه اخوه، لكن مفيش لاعب. قلت قبل كده الزمالك يا ولد يا اللي اسمك رضا هلال، يا اللي بتكتب في صوت الغمه وتقل ادبك على الزمالك وتقول لمرتضى منصور قال لعيبه اقعدها في مكتبي درج مكتبي، ده في بطن هيثم مين؟ الواد التخين اللي هم باعتينه المغرب بقاله 30 يوم مش عارف يقابل رئيس النادي. عايز اقول له الولد دون ورحمه امك الغاليه، جميع منتخب مصر اتفقوا مع مرتضى منصور، كل ما جماهير الزمالك تحلم بيه وهتبقى مفاجاه. بس انا بحترم الانديه، يعني المقاصه مثلا بعت لي تفويض فلان وفلان، اتحاد اسكندري فلان وفلان، انبي نفس القصه. انا بحترم النادي الاول، ما بخطفش ملاعب. وبقول تاني بحذرك يا شوبير، ابعد عن نادي الزمالك تاني، بحذرك المره الاخيره. ممدوح بس صاحبك اللي حجز على مستحقات اللعيبه ومرتبات الموظفين بفلوس، هل الفلوس دي اللي ليه العقود اللي انضربت دي بعد ما مشي مع مصطفى كمال حلمي هو معاه تحت ايده امين الصندوق اللي كان معاه؟ عايز اسال سؤال، الفلوس دي استلفتها للنادي؟ بنيت مبنى، عملت حمام سباحه، اشتريت لاعب؟ دي فلوس بتاعت اجوج وشيكابالا اللي انت خربت النادي بيها. فانا بقول اهو احنا عاملين بكره مؤتمر صحفي ان شاء الله الساعه 12، انا كنت عامله النهارده بس ما رضيتش عشان الفريق يبقى مستقر. والنهارده الاسماعيلي لعب بشرف. ولو عايز تتكلم عن تفويت ماتش يا شوبير، ده الحضر الجون بتاع الاهلي اللي كان واقف يا شوبير. عيب ما تتكلم عن الزمالك والاسماعيلي اتكلم بادب واحترام زي ما احنا بنتكلم عن المصري والاهلي بادب واحترام. هل ياسر ومختار باعوا الماتش الاهلي النهارده؟ لا طبعا، لعبوا بشرف. لان الاسامي اكبر من كده وعيب نتكلم يا فندم عيب. قول تاني، بقول له عيب وعمال يقول لك ايه والماتش فيه جمهور. هو انت متصور ان ال 25 واحد دول؟ انا بس عايز اقول لك اللائحه اتعدلت. اللائحه بتقول لما الجماهير تقتحم الملعب يا شوبير. خلاص، كان في جماهير من الاسماعيليه النهارده موجوده. يا اخي جماهير الاسماعيلي بتحب الزمالك، انت زعلان ليه؟ لا، اعتقد لما يبقى حازم امام وعبد الشافي الاسماعيلاويه اهو جنبنا بيحبوا الزمالك. ايه المشكله؟ خلاص، العلاقه بين الزمالك والاسماعيلي علاقه محترمه. وانا قلت تاني، شعب الاسماعيليه اشرف من اي جزمه قديمه بيتكلم عنهم، اشرف من اي جزمه قديمه بيتكلم عنهم. ده شعب محترم. ده الشعب دون كان في ناس نايمه على بطونها وبيناضل في 67 واتهجر، واللي راح الدقهليه واللي راح الزقازيق. تمام؟ ايه الثمن اللي انتوا دفعتوه؟ اسماعيليه وبورسعيد والسويس دفعوا الثمن. فعيب تتكلم عن شعوب محترمه بالشكل ده. وانا قلت لك يومها، قلت لك ورحمه امي الغاليه، الزمالك بطل الدوري بامر الله، وال10 سنين جايين يا شوبير انت وشاديه وخالد بيبو. وعيب بقى، انتوا اساتوا للنادي الاهلي، النادي الاهلي الكبير. انا لو رحت خطفت لاعب من الاتحاد السكندري اسمه محمد حمدي، ولا رحت عايز اخطف لاعب من الوداد المغربي، ولا عايز اخطف لاعب اسمه عمرو السوليه من الاسماعيلي، انا بخبط على الباب.
عمر ده ما كانت اخلاقيات النادي الاهلي. وعشان كده بقول لجماهير النادي الزمالك المحترمه مبروك باذن الله الدوري بعد 11 سنه قرف مع ممدوح عباس، بالاخلاص بالحب بمجلس اداره، بالجماهير المحترمه اللي اتحملت، جماهير فوق طاقه البشر اتحملت، بفريق محترم، بالاجهزه المختلفه سواء كان ميدو، باتشيكو، محمد صلاح، حسام حسن، واخد بالك الناس دي كملت بقى. بص يا بيه، استقال 3 مجلس الاداره والمسيره ماشيه، اتغير 4 اجهزه فنيه والمسيره ماشيه. عارف ليه؟ عشان في اخلاص. الزمالك رجع تاني، وبقول تاني اهو، اللي بيقول لك ايه قعدوا يبتزوا الحكم، هات لي جون من اللي دخلوا الحكم فوته، يعني ضربه جزاء مثلا وحكم انا اللي ليا ضربات جزاء خلي بالك وما اتكلمناش. ومع ذلك بقول اهو البلطجه اللي حصلت على الحكام، يعني انا اتظلمت في الماتش اللي فات، ماتش محمد حسن حامل الرايه، واعتقد حامل الرايه خلاص لا ضربه جزاء وحسب ضربه جزاء وانطه. ومع ذلك خلي بالك، ومع ذلك حمله اتعملت قالت لك ايه، احنا هنراقب الحكام عشان هيجاملوا الزمالك. اتكلم تاني، ايام انور السادات ال10 سنين انور السادات لما الست جان تالت ايه، اصل الريس بيبقى فرحان قوي لما الاهلي بيكسب. 10 سنين يا انور السادات دوري خلاص، وال10 بتوع ممدوح عباس، ادي ال20 فرق اللي بينه وبين النادي الاهلي. القصه دي خلصت خلاص. بقول لجماهير الزمالك المحترمه، الزمالك ليه درع وسيف وربنا معاهم ان شاء الله. قولي بقى لجماهير الزمالك، رموز الزمالك لما نلاقي حازم امام، نلاقي حسين ياسر المحمدي، نلاقي احمد عبد الفتاح من السله، نلاقي احمد عبد الله، محمد عبد الشافي، كل دول موجودين في النهارده. بص يا بيه، ده الزمالك في مسؤول كبير في مصر انا بحبه واحترمه، مش هقول اسمه، كان قاعد مع مسؤول كده يعني قال لي شويه، قال له اتعلموا من مرتضى منصور عمل ايه في الزمالك، خد مركز شباب عملوا نادي عالمي خلاص، واليد والسله والطايره وكره القدم بياخدوا الدوري ان شاء الله. قال له انت عارف ليه؟ لم ولاد النادي رجعهم تاني، بقى في حب من ولاد. واسامه كان موجود، الاخ اسامه برضه نبيه تمام. عايز اقول ان بالظبط لا برضه واحد من ولاد النادي. عايز اقول ان الحب هو اللي جمع الناس دي كلها. بشكر حضرتك جدا يا فندم.